للاسف الترايبود اتكسر. رايح دلوقتي اصور ايفنت شاهين ومازن، فهيا بنا. يعني في حد ممكن يستغل قدراته مثلا في الاقناع ويشتغل في معرض شباب وهم في الكليه، ممكن يبيعوا تي شيرتس مثلا بره، تيشيرتات على رصيد. وللاسف الايفنت لسه خلصان دلوقتي، تمام، وانا ملحقتش اصور حاجه في الايفنت. والشباب دي يا ابني ما توقفوا يا ابني جنب بعض يا ابني. الشباب دي ايوه مش قادر والله. الشباب دي انا فين؟ انا بحبها جدا. انا بحبك جدا. احنا بنحبك يا عبد الله جدا. وذهبي ده بالذات بقى، ده بقى بكرهه جدا عشان غالبا عبد الله وسام يا جماعه. يا عبد الله هروح عبد الله عالمي على فكره يا جدعان. يا جماعه خالص الكلام ده مش حقيقي. انتوا عارفين، انتوا عارفين يا جماعه. عارفين الناس هياكل معانا في نون الاول ان شاء الله. مستحيل، جالي بقى التهاب في القولون والله. مش من نون ما تحور. انا بقى اخد انا بقى صوره بالشمس كده اهي كده. خلاص اتاخد. بقول لك ايه بتاع ده فوق، خلاص كده خدناه كده. خلاص كده اهو. ارحمني الصوره يا ابني اهو اهو. صالح اهو. حاضر يا حاج، احنا اسفين. بحبكم في الله والله. سلام. امشي ماشي. قول يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ الحمد لله معاك تمام. عبد الله وسيد. مرحبا استاذ عبد الله. الله يكرمك. اسمك ايه؟ يسري. اسم حضرتك ايه؟ يسري. بتعمل ايه يا استاذ يسري في الشارع في التوقيت ده؟ التوقيت ده انت يعني زي ما انت شايفنا بالعربيه دي بنيجي بالليل نغيرها نخليها عربيه بطاطا وبنرزق منها الشنطه من ورا. ما شاء الله. حبيبي يا باشا. مشروع جميل. انا بحاول وبوجه برضو الرساله لكل شباب الدوله ان هو برضو يستنفعوا بعربيات الشركه. يا بيه. دي عربيات البنك ولا ايه؟ دي شركه. نأدي عملها الصبح مع الموظفين ورسائل القطاعات، وبأمر الله يبقى بعد المغربيه نشوف حالنا احنا بقى. بالظبط. دورات مدارس، حتى لو بطاطا، في سندوتشات والنهارده في الستروكس. الحاجات دي بتبقى ترويجها. طبعا يا جماعه الكلام الاستروكس ده غلط جدا. لا ليه يا بيه؟ غلط يا بيه. مغيبات يا فندم. مغيبات. ما عندك لبس الناس المحترمه. ايه لبس؟ لا عيب. احنا بنوجه للمسؤولين. اذا كنت انت راجل بتقول ده غلط وده صح، يبقى الغلط يتعم على كله والصح يتعم على كله. لا منين؟ طالب بان الخمره والحشيش يبقوا غير مقننين. اشمعنى الخمره مقننه والحشيش ده طبعا اللي احنا لسه سامعينه من شويه ده كان ايه؟ كان اللي الناس غالبا هتشوفه في اخر الفيديو. كان مواطن مصري تعبان بيحكي بالظبط، بيحكي قد ايه هو بيعاني. تعبان. الحمد لله يا جماعه احنا خلصنا الايفنت. طبعا ما كانش فيه فرصه جوه عشان كنت بستخدم كل الكاميرات اللي كانت معانا وكل كروت الميموري. ما شاء الله ان هم كتير يعني. سايب عمرو يشيل كل حاجه وانا بفلوج. بحبكم جدا. قطقطها. لما شفتكم في الايفنت، طبعا ده متصور في يوم تاني علشان بالنسبه لي يعني الكلام اللي هقوله ده من اهم الكلام اللي انا ممكن اقوله. طبعا قلت قبل كده ان انا معرفتش اعبر عن التقدير بتاع الناس كلها اللي جت والناس اللي وقفت وحسيت ان ايه ده، في حاجه بتحصل، في حاجه بتوصل. يعني اللي انا بعمله ده موجود. بس في نفس الوقت بحس كده بحاجه نفسيه يعني، وبتيجي دايما في دماغي. كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني ده قانون البدايه، ان احنا كلنا واحنا واقفين جنب بعض ما فيش حد مميز، ما فيش اللي هو الشخص اللي كله لا، انا مش الشخص ده خالص. وده ليه قانون البداية؟ عشان احنا كلنا تراب طول ما احنا هنا. طيب امتى بقى نتميز؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني هنا بقى اما نروح لربنا لوحدنا، هنا بقى هيبان عمل كل واحد فينا، هيبان مين اللي متميز عن التاني فعلا، من غير مظاهر خادعة ومن غير ثناء زيادة ومن غير وسايط او ان انا فاهم بقول عليك كذا عشان انا عايزك تخدمني. هنا بقى هيبان فعلا عملك. هيبان مين بقى السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. وهيبان مين اللي هيبقى فوق خالص مع الانبياء ومين اللي مرتبته هتبقى قليله. فهنا هيبان فعلا بقى يعني التميز الحقيقي وال يعني ايه هو حقيقي ليه
علشان هو نهائي من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى مش هيظلم حد. يعني انت ممكن كتير قوي في الفترات بتاعت حياتك حد تفتكر ان هو سبقك ودايما شايف كذا كذا، وممكن هو يقع وممكن انت تسبق، بس في النهاية، في نهاية اللعبة الكبيرة هنعرف مين اللي كسب فعلا. وناس كتير بتقابلني وبتبعت لي رسائل بس انا متوقعتش ان انت تبقى كده، ده انت طلعت يعني مش عارف ايه. يعني هل الناس عايزين الواحد يتعامل من مكانة معينة ومن منصة واهلا وازيك الله يبارك لك؟ يعني هل اتعامل براحتي وابقى بطبيعتي وبشخصيتي؟ وده اللي ناس كتير قوي بعتوا لي يعني بس متوقعناش ان انت كنت كده. هل لازم الشخص اللي انتوا مثلا بتشوفوه هنا او على اي منصة او ربنا مديله اي مكان بيتكلم منه، هل لازم ان هو يبقى بمتطلبات معينة؟ لا. وانا عموما مش الشخص اللي مهما ان شاء الله يعني زاد عدد الناس اللي بتتفرج عليا ومهما اتعرفت، مش انا الشخص اللي هعرف احط في نفسي في مكانة كده بعيدة واكلم الناس من منظور معين. مش انا ده. ولو حصل ده هيعملوا معايا زي ما سيدنا عمر يعني اوصى اصحابه: خذوا بمجمع ثيابي كده وهزوني هزا عنيفا وقولوا لي يا عبد الله ستموت. يلا السلام عليكم. بص شكلك حلو ازاي، حلو كده احلى صح؟ اضحك بقى اكتر اكتر اكتر، اضحك اكتر. شفت شبه طرزان انت دلوقتي؟ عارف طرزان؟ عارف طرزان؟ اسمه ايه؟ ما تتكلم يا امير، اتكلم بدل ما اوقعك من هنا يا امير. اوعى